مرحبا، أنا الدكتور أنيرود كولكارني. أنا طبيب أعصاب تدخلي مرتبط بمستشفى أبولو جايانغر. سأقدم مقدمة مختصرة عن تمدد الأوعية الدموية. تمدد الأوعية الدموية هو في الأساس انتفاخ في الأوعية الدموية يمكن أن يحدث لأسباب متنوعة. في معظم الأحيان يتم العثور عليها في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وقد يكون لديهم عوامل خطر تصلب الشرايين الأخرى، وهي نفس عوامل الخطر التي لديك للسكتة الدماغية والنوبات القلبية. ما لم يتمزق تمدد الأوعية الدموية ويسبب نزيفا داخل الدماغ، فإن العديد من الأشخاص لا يدركون أنهم يحملون تمددا في الأوعية الدموية. عندما يتمزق تمدد الأوعية الدموية يمكن أن يكون مدمرا. إنها مرض سيء. 30% من الأشخاص الذين يعانون من تمزق تمدد الأوعية الدموية لا يصلون المستشفى، يموتون قبل أن يصلوا إلى المستشفى، ويموت 30% آخرون في المستشفى لمضاعفات تتعلق بالنزيف الناتج عن تمدد الأوعية الدموية، وفقط حوالي 30% منهم ينجون. وحتى هؤلاء 30% يميلون إلى عجز كبير عند خروجهم من المستشفى. الآن بعيدا عن ذلك، الوقت الوحيد لظهور تمدد الأوعية الدموية هو عند تمزقه مسببا نزيفا داخل الدماغ، وهذا يسمى نزيف تحت العنكبوتية، أو يتم اكتشافه بالصدفة عندما يخضع المريض لفحص لأسباب أخرى. كثيرا ما يأتي الناس وهم يعانون من صداع، يجرون فحصا بالرنين أو المقطعي، يكتشفون وجود تمدد في الأوعية الدموية. قد لا يكون ذلك هو السبب في الصداع، ولكن أحيانا يمكن أن يكون. ليس كلا تمدد الأوعية الدموية يحتاج إلى علاج. إذا كان تمدد الأوعية الدموية لديك صغيرا أقل من 2 ملم، فإن الخيار الأفضل هو الانتظار والمراقبة لمعرفة كيف يتطور. أحيانا ينمو وأحيانا قد لا ينمو، لذلك إذا لم ينمو قد لا تحتاج إلى القيام بالكثير. كيف يعرف المرضى أنهم يعانون من نزيف؟ عندما يحدث للمريض أو عندما يتمزق تمدد الأوعية الدموية، فإن نزيف داخل الدماغ سيتسبب في صداع شديد مفاجئ يعرف باسم صداع الرعد. هذا الصداع شديد لدرجة أنه ربما يكون أشد صداع قد مر به الشخص في حياته. غالبا ما يكون هذا مصحوبا بأعراض أخرى مثل القيء، النعاس، النوبات، أو كما يسمونها التشنجات. غالبا ما يفقد المرضى الوعي. قد يصابون بضعف في جانب واحد من الجسم. قد يعانون من ألم في الرقبة. لذلك في حالة النزيف الشديد جدا قد يتعرضون لتوقف القلب المفاجئ أيضا. قد يتوقف القلب عن النبض تماما بسبب النزيف. لذلك إذا حدثت أي من هذه الأعراض فجأة، يجب نقل المريض بسرعة إلى مستشفى يحتوي على جهاز تصوير مقطعي حتى نتمكن من معرفة سبب الصداع. بمجرد أن نقوم بالتصوير ونعرف أن هناك نزيف تحت العنكبوتية، فإن 85% من هذه النزيفات تحت العنكبوتية تميل إلى احتواء تمدد شرياني غير مكتشف. أفضل تحقيق يجب القيام به في هذه المرحلة هو تصوير الأوعية المقطعي أو تصوير الأوعية التشخيصي، وبمجرد التأكد من وجود تمدد شرياني يجب معالجته بشكل طارئ. يتم تقسيم علاج التمددات الشريانية إلى شيئين. أولاً، يجب أن تعتني بالنزيف الذي حدث. يجب أيضاً أن تعتني بمصدر النزيف. مصدر النزيف هو التمدد الشرياني. يجب أن يتم إما قص التمدد الشرياني أو لفه. القص هو عندما تفتح الدماغ وتذهب إلى التمدد الشرياني وتقوم بحجبه بمشبك صغير من الخارج. اللف هو أنك لا تفتح الدماغ، بل تدخل داخل الوعاء الدموي وتملأ التمدد الشرياني بلفائف بلاتينية صغيرة تساعد في حجبه تماما. هناك الكثير من التطورات في العلاج الحديث للتمددات الشريانية، حيث توجد أجهزة يمكنها فعليا حجب تدفق الدم إلى التمدد الشرياني وتحويله إلى الأوعية الدموية الطبيعية. هذه تسمى محولات التدفق. ثم لديك الأجهزة داخل الكيس، وهي أجهزة تجلس داخل الكيس وتسبب في حجبه تماما. معالجة مصدر النزيف. عليك معالجة الدم نفسه. الدم سيتم امتصاصه ببطء ثانية في الدورة الدموية خلال 15 إلى 21 يوما، ولكن خلال تلك الفترة التي يكون فيها الدم موجودا قد تحدث الكثير من المشاكل الأخرى. قد يتعرض الوعاء الدموي للتهيج ويدخل في حالة من التشنج، مما قد يسبب سكتات دماغية جديدة. يمكن أن يحدث احتباس كبير للماء داخل الدماغ، مما قد يسبب استسقاء الرأس وصداع. لذلك
بإمكانك يجب معالجة كل هذه الأمور. إنها مرض طويل الأمد، إنه مسار طويل بمجرد حدوث نزيف تحت العنكبوتية، وقد يتطلب ذلك البقاء في المستشفى لبضعة أسابيع إلى شهر. ولكن إذا تم العلاج بشكل صحيح يمكن التعامل مع معظم هذه الأمور بشكل جيد، ويمكن إنقاذ المريض ومن ثم منع حدوث نزيف إضافي.